بيبدأ فيلم النهارده ببنت جميلة اسمها روزالين، وبنشوفها وهي واقفة قدام مرايتها وكانت بتحط مكياج كتير وكانت بتداري بيه حاجة. وبيوصل عندها ابوها ديو وكان ماسك بوكيه ورد وبيبدأ يساعدها في لبسها. وبنلاحظ ان روزالين كانت قلقانة وبتسأل ابوها يا ترى هيعجب العريس المرة دي ولا هيهرب زي اللي قبله، وكانت بتدعي انها تتجوز المرة دي والموضوع يعدي على خير. وبنعرف ان ديو كان عايز يجوز بنته لواحد عمره ما شافها ولا يعرفها، وكانت تقليدهم ان البنت هي اللي بتقدم المهر للعريس. وبتركب روز العربية وكانت في طريقها على بيته، وبنروح عند العريس اللي كان مستني عروسته وكان اسمه هابي. وبينزل وكان ديو وصل عنده وكانت روز بره في العربية وكانت بتبص جامد في المراية وبتزود مكياج. وكان ديو بيقول للعريس ان روز بتعرف تقرا وتكتب، لكن هابي ما كانش همه لانه كان مديون واهم حاجة عنده المهر عشان يسدد ديونه. وبيخرج بره وبالفعل بيشوف روز وبيسلم عليها وبيدخلوا البيت مع بعض، وكانت روز خايفة زيادة عن اللزوم وكان بيقول لنفسه اكيد العروسة متوترة وخايفة شوية. وبتفاجئ روز بالكلام وانها نفسها تخلف بسرعة جدا ويبقى عندها اولاد كتير. وتاني يوم بيروح هابي عند عمدة القرية وبيدفع جزء من الدين اللي كان عليه، وبيطلب منه العمدة ان هو ياخد منه الكافيه بتاعه عشان يسدد باقي الدين. وبيرفض هابي ويقول للعمدة ان هو دلوقتي هيبقى متجوز وفي ست مسؤولة منه ولازم يبقى عنده مصدر دخل. وبيسيبه وبيمشي، وبعد شوية بيروح على البيت عشان يروح على الكنيسة عشان يتمموا الجواز. وبالفعل بيخلصوا وبيخرجوا من الكنيسة وكانوا رايحين على البيت، واهل القرية كانوا مركزين عليهم والعمدة كانت عينه على العروسة. ولما بيوصلوا عند البيت كانت روز بتعيط وبتترجى ابوها انه يفضل معاها وما يمشيش لانها خايفة. وبيرفض ديو وبيوعدها انه يزورها الصيف الجاي. وبتدخل روز وبيقرب منها جوزها لكنه بيتفزع، وبيتفاجئ انها عندها شعر كتير زي القرود. وبيجيب لمبة وبيدقق قوي في وش روز وبيعرف انها بتحلق دقنها، وبيتوتر وبيعرف ان هو اتضحك عليه وانه ازاي هيكمل معاها باقي حياته، وانهم ما عندهمش طلاق، وان هو كمان صرف المهر كله. وبيسيب روز وبيخرج بسرعة. وبتقعد روزالين تعيط لان المجتمع مش عايز يقبلها وانها ملهاش ذنب في كده. وتاني يوم الصبح وبيرجع هابي وكان زعلان جدا وغضبان عشان هي وابوها ضحكوا عليه. ولما بيهدى ابتدى يسألها لو في علاج لحالتها، وبتعرفه ان ابوها جرب معاها كل العلاجات ومفيش فايدة. وحكت له ان ابوها كان دايما مخبيها عن الانظار، وانه كل فترة كان بيحلق لها شعر جسمها كله بالشفرات. وبيتفاجئ هابي بضيوف وبيطلب من روز ما تخرجش خالص من اوضتها، ولكنها ما بتسمعش الكلام وبتخرج وراه عند الضيوف وبتفرض نفسها في البيت. ولما دخل الليل كان هابي نقل سريره على بره في الحظيرة، لكنها راحت عنده وكانت زعلانة ومكسورة وقالت له ان هي اللي هتنام في الحظيرة. وكان هابي لسه مصدوم ومش قادر يصدق اللي حصل، وقال لها ان هو كان متوقع يتجوز واحدة ست. وبتسيبه وبتخرج على بره وكانت منهارة، وكانت سابت خاتم الجواز. وابتدى هابي يحس بالذنب وبيدخل على اوضتها وابتدى يقرا مذكراتها وبيشوف رسومات غريبة لستات في نفس حالتها. وبعد كام يوم بيخرج عشان يدور على روز، وبالفعل بيلاقيها نايمة في كوخ وبيشوف دقنها وشنبها وبيتصدم اكتر، لكنه بيقول لها انهم لازم يرجعوا على البيت. وفي طريقهم بيشوفوا واحد اسمه مايكل، وكانت روز بتخبي وشها منه. وبتوصل على البيت وبتدخل عشان تحلق دقنها عشان محدش ياخد باله. وكان هابي بيتردد على بيت مشبوه في نفس القرية. وتاني يوم بتخرج روز على الحديقة، ولما بترجع البيت بتلاقي هابي مع العمدة، وبتسمع العمدة وهو بيتكلم وبتعرف ان جوزها مديون بفلوس كتير. وبيدخل مايكل على الكافيه وبيطلب من روز مشروب، وكان باين عليه انه عينه منها. وبتشوف روز جرنان في ايد مايكل، وكان في واحدة شبه السمكة وكانت بتستغل حالتها عشان تكسب منها. وبتخرج روز وبتلاقي بنات القرية بيلعبوا قدام الكافيه وبيكسروا الازاز وهم بيلعبوا، لكن روز كانت لطيفة معاهم وعرضت عليهم انهم يشربوا مشروب. وبترجع تاني على الكافيه وبتمسك الجرنان اللي كان فيه حالة الست السمكة، وبتفكر انها تستغل حالتها وتكسب فلوس عشان تقدر تسد ديون جوزها ويحبها. وبعد فترة وكان مايكل في الكافيه ومع واحد صاحبه وكانوا بيتراهنوا، وبتدخل روز معاهم في الرهان بمبلغ، وكان الرهان انها تقدر تربي دقنها زي الرجالة. وبيزود مايكل الرهان عشان كان متأكد انه هيكسب وانها استحالة تقدر تربي دقنها. وبيعرف هابي وبيزعل وبيقول لها انها كده هتفضحه، وبتقول له انها مش هتسيبه وانها لازم تسدد ديونه باي طريقة وكافيه يتملي زباين. وبعد كام يوم وكان هابي مستني روز تعمل العشاء وكان متضايق منها كالعادة، وكانت روز بالفعل سابت دقنها تكبر ومش مخبيها بالمكياج. وبتعدي الايام وكانت روز قاعدة في اوضتها، وفي نفس الوقت كان هابي اخد هدية للعمدة عشان يصبر عليه. وبالفعل بيقبل العمدة بالهدية وبيقلل الدين بتاع هابي. وبيرجع على البيت وكانت روز مخبيها وشها كله، وبيترجاها انها ترجع عن اللي في دماغها لان اهل القرية مش هيسيبوها ويكسروا نفسها، لكنها كانت مصممة عشان تساعده وتنول رضاه. والصبح بيوصل مايكل وصاحبه بتاع الرهان وبيدخلوا الكافيه، وكان في ناس كتير جايين يتفرجوا. وبالفعل بتظهر روز بدقن كبيرة ومرعبة، وبيتصدموا اهل القرية وكانوا مذهولين. وبيقرب واحد منهم عشان يعرف ان كانت دقنها حقيقية ولا لا، وبيتأكدوا انها حقيقة وسط اندهاش كبير. وفي اخر اليوم بيدخل هابي عند روز وكان محرج جدا وزعلان من اللي حصل. وبتعدي الايام والكافيه بقى مليان بالزباين، وابتدى هابي يكسب فلوس. وكانت روز لسه سايبه دقنها وشغاله معاه، وكانت عايزه تكفر عن ذنب انها غشته، لكنه كان خايف من عواقب اللي حصل. وابتدوا الزوار يصوروا روز وابتدت تتشهر وحكايتها تتعرف. وبيروح عندهم صحفي وبيسأل هابي ازاي عايش مع روز وازاي بيتعامل معاها.
وقبل ما يجاوب بيظهر مايكل وبيشتم روز وبيطرده هابي، لكنه كان لسه مكمل شتيمة وقال عليها انها قردة، وبيضربوا هابي بره وبيوقعه. وبعد فترة بيتعب هابي جدا وكانت روز واقفة معاه وبتساعده. وبعد كام يوم بتخرج روز وكانت بتجيب اعشاب من الغابة، وبترجع عند جوزها وبتعمل له خلطة عشان تخفف اوجاعه. وكان هو كمان ابتدى يتغير ويتعامل معاها بطريقة احسن شوية. وفي نفس اليوم بيروح العمدة على الكافيه وكان مستغرب من كمية الزباين، وكان باين عليه ان هو متضايق من الخير اللي بيدخل على هابي من الكافيه. وابتدى الصحفي يقرر مقابلته مع روز، وكانت حققت شهرة كبيرة قوي، ومع انها كانت بتعاني نفسيا لكنها كانت عايزة تعوض جوزها. وكان لسه هابي برضه بيروح على البيوت المشبوهة وما بيقربش من مراته، لكنه في الحقيقة كان حب روز بالفعل ومش عارف يعمل ايه. وبيروح على الكافيه والأول مرة بيلعب مع روز وبيضحك، ولما بيروحوا بيدخل عليها الأوضة وهي نايمة وبيبص عليها جامد، لكنه برضه ما بيقدرش وبيخرج بسرعة. وتاني يوم وبتخرج روز على الغابة مع واحدة صاحبتها، لكن العمدة كان برضه بيراقبها. ولما رجعت البيت كان هابي مستنيها وبتقوله ان هي مكسوفة لانها نفسها تبقى ام، لكنه بيتنرفز عليها وبيقول لها ان هي انانية. وبنشوف روز وكانت ابتدت تبيع صورها بفلوس للزباين، وقدرت انها تجمع فلوس كتير من البيع. ولما روز كانت بتهزر مع الزباين كان باين على هابي ان هو متضايق وغيران عليها. وفي نهاية اليوم قال لها ان هو زعلان عشان بتهزر وبتضحك مع الزباين، واتنرفز اكتر وخافت منه وجريت، وبيحدف الفلوس كلها على الارض وقال لها انها بقى كل همها الفلوس. وبتخاف روز قوي منه، لكنها بعد ايام راحت على الصحفي وقررت ان هي تعمل صور مثيرة للجدل اكتر من كل مرة. وبعد ما بتخلص بتروح على الكافيه وكان العمدة هناك، وبيحاول ان هو يمسك ايديها لكنها شدتها بسرعة وقالت له ان عمرها ما هيكون في حاجة بينها وبينه. وبيدخل هابي وبيسألها في ايه وبيسمعوا صوت صريخ، ولما بيطلعوا بيتفاجئوا ان في حريق قريب منهم. وبتظهر صاحبتها وبتقول لها ان الناس بيتهموها ان هي السبب في الحريق لانها بقت مدمنة على الشرب في الكافيه. وبنعرف ان العمدة هو اللي عمل كده عشان يقدر يقفل الكافيه. وبعد ايام بيتجمعوا اهل القرية في الكنيسة، وكان القس بيتكلم عن ان شرب الخمر حرام. وبتروح روز على هناك لكن العمدة بيمنعها من الدخول، وبتقول له روز ان هو لفق التهمة المايه وانها فاهمة كل حاجة، لكن الكل كان اخد منها موقف بسبب تحريض العمدة. وبتكون في طريقها للبيت لكن اهالي القرية قلبوا عليها. وفي البيت وكان هابي بيقول لها ان هو حذرها من العواقب وانها بقت بجحة قوي ومش عارف يتعامل معاها ازاي. وبتخرج روز وبتتفاجئ ان الحيطان مكتوب عليها شتيمة والفاظ وحشة عليها، وبيقابلوها الاهالي وابتدت تشتم فيهم. وبيظهر مايكل وبيحملها مسؤولية الحريق اللي حصل، وبيهجموا عليها الستات كلهم وبيضربوها. وبيخرج هابي وبيشتبك مع الرجالة وبيضربوه وبيوقعوه على الارض. وبيوصل العمدة والكل بيرجع مكانه، وبيرجعوا على البيت. وكان هابي بيحاول يساعد روز عشان كانت بتنزف دم، لكنها بترفض مساعدته وما كانش عارف يعمل ايه، لكنه طلب لها الدكتور. ولما وصل الدكتور وشاف حالتها ابتدى يفحصها كلها، وبيروح عند هابي وبيقوله انها ست عادية جدا وانها بس عندها اختلال في الهرمونات، وان فرصتها في الخلفة ضعيفة جدا واحتمال كبير تكون عقيمة. وبعد كام ساعة وكانت روز قاعدة حزينة لان الظروف والناس ظلموها جدا، وهي ما كانش ليها ذنب، وان كان كل احلامها انها تبقى ام، وان الاحلام دي خلاص بقت مستحيلة. وكان هابي زعلان عليها، وبتنام روز وبيحط لها الصليب في ايديها. وتاني يوم الصبح وبتطلع روز جري على الغابة، وفي الطريق بيشوفها العمدة لكنه عمل نفسه ما شافهاش. وبتكمل في طريقها على الغابة وبتنزل تقف في وسط النهر، وكانت بتصرخ بصوت عالي وقلبها وجعها من المجتمع اللي مش قادر يقبلها. وبيوصل عندها هابي وكان ابتدى يدور عليها، وكانت بتحاول تشيل طبقة وشها بالحجر وبتأذي نفسها. وبعد كام يوم وكان هابي بيحاول يصحيها لكنها بترفض تقوم، وبتقول انها مش هتنزل تاني. وبيقول لها ان هو عايزها تلبس وتنزل ومش هيروحوا على الكافيه. وجاب شفرة ومقص وابتدى يساعدها. وبتفرح روز لان جوزها ابتدى يتقبلها، وبياخدها وبيروح على دير جوه الغابة، وكان عايزها تقعد هناك فترة عشان نفسيتها تبقى كويسة. وبتشوف روز اطفال صغيرين وكانت مبسوطة. ولما الراهبة قابلتها مقابلة حلوة اتبسطت اكتر، وقالت الراهبة لروز ان هي مخلوقة من مخلوقات ربنا، وان لازم الكل يتقبلها وانها ملهاش اي ذنب. وبعد فترة بترجع روز على بيتها وبيسلم عليها وكان باين الحب في تصرفاته. وبترجع روز على الدير في زيارة وبتتفاجئ بالعمدة وهو بيفرجهم على صورها الجريئة، وان فرنسا كلها اتفرجت عليها. وبتزعل الراهبة وبتطلب من روز انها ما تدخلش الدير تاني. وبترجع روز تزعل مرة تانية، وبنشوفها وهي بترقص على مسرح مهجور في الغابة، وبيظهر العمدة وبيضربها بطلقة من البندقية. وبتقوم روز مفزوعة وكان كابوس. وبتروح على الدير وبنعرف ان العمدة سمح لها تروح هناك، والكل برضه كان مستغرب. وبعد شوية خرجت من الدير وبتقع على الارض قدام هابي، وبتاخدها الراهبة على بيتها وبتحاول تعالجها، وبتشلها الدقن من وشها. وبعد شوية بتصحى وبتبص في المراية وبتلاقي نفسها من غير دقن. ولما خرجت لقت ابوها مع جوزها، لكنها بتسيبهم وبتجري بسرعة على بره. وبتوصل عند الجسر وبترمي نفسها في المية، لكن هابي بينط وراها وبيحاول ينقذها، وبالفعل بينقذها وبتفرح روز. وبكده اخيرا لقت حد يحبها زي ما هي. وبكده خلص الفيلم. سجل الفيديو ده احمد فؤاد، وكتبه محمد عباس، ومنتجه الفنان فارس احمد فؤاد.